اهلا بيكم. النهارده هنتعلم خطوة جديدة في الاكسل، وهي الفورمولا دي اللي هي المعادلة. ازاي هجمع واطرح واضرب واقسم واعمل اس؟ نعملها ازاي؟ طيب انا لو كتبت هنا 1000 وهنا في الخلية دي 500 وعايزين نجمعها، بعمل ايه؟ ايكوال واعلم على الخلية كده. بص اداني ايه؟ سي 4. ليه؟ عشان انا واقفه عند السي والرو بتاعي 4، فهو قايل لي انت واقفه هبتدي احدد من السي والفور. قلت له اه. هقول له زائد بلس كده الخليه التانية، انتر. ادي جماعه. طب لو انا عايزه ايه؟ اطرح، اقول له ايكوال، اديني الخليه دي ماينس ناقص، يعني الايه؟ اطرحها لي من الخليه التانية، انتر. طرحها. طيب انا عايزه اضربها، هقول له ايكوال الخليه دي استريك كده او ستار اللي هي علامه الضرب في الخليه دي، واقول له ايه؟ انتر. طيب لو انا عايزه اقسم، هقول له لازم اقول ايكوال الاول، اقول له الخليه دي على الخليه التانية كده، انتر. طيب انا بقى لو عايزه اعمل ايه؟ لو عايزه اعمل اس، هعملها ازاي؟ يعني مثلا لو قلت هنا مثلا 5 كده اس 3، هقول له ايه؟ ايكوال الخمسة دي، واقول له شيفت 6، شيفت و6 عشان يديني علامة الأس، وأقول له إيه؟ الخلية التانية 3، وأقول له إنتر. طيب أنا بقى لو هنا مثلا جيت كتبت 5 زائد 2 أستريك أو في 3 ناقص 1، الإكسل هنا بقى، الإكسل هنا بيحسبها إزاي؟ الإكسل الأول بيعمل إيه؟ بيضرب وبعد كده يجمع وبعد كده يطرح. يعني مثلا لو قلنا الاتنين دي في التلاتة ب6 زائد 5 11 ناقص 1 10، صح؟ لو جينا هنا كده عملنا ايكوال وقلنا هنا كده انتر، مش اداني ال10؟ لو في اي سؤال او نقطة مش واضحة، اكتبولي في التعليقات وانا هرد عليكم ان شاء الله. وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة عشان نكمل مع بعض سلسلة الاكسل من البداية للاحتراف.